في ناس بنقابل أساميهم كل يوم في كتب التاريخ، في الشوارع، في أسماء الجامعات، وفي ناس رغم اللي قدموه اتنسوا وكأنهم ما كانوش. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من الناس دي، ست من العيلة الملكية اتبرعت بأغلى ما تملك علشان تحقق حلم التعليم لأول مرة في مصر. الست دي هي الأميرة فاطمة إسماعيل. احنا بنتكلم عن وقت صعب أواخر القرن التسعتاشر، وقت ما كانت مصر تحت احتلال الإنجليز، والجهل مال البلد والتعليم حكر على الطبقات العليا. وطبعا الستات ما كانش ليهم مكان في أي نظام تعليمي، لكن الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل وأخت الخديوي توفيق كان ليها رأي تاني. القصة بدأت سنة 1906 لما واحد من كبار المفكرين الوطنيين اللي كان اسمه مصطفى كامل، طبعا كلنا عارفينه، بدأ يدعو لفكرة إنشاء جامعة وطنية تكون بعيدة عن سيطرة الاحتلال وتخدم كل المصريين. لكن أول واحد حط حجر الأساس الحقيقي للفكرة وكان مصمم إنه ينفذها على الأرض هو الاقتصادي والسياسي الكبير قاسم أمين، صاحب كتاب تحرير المرأة، ومعاه الشيخ محمد عبده والشيخ أحمد لطفي السيد وسعد زغلول. ومع بداية سنة 1908 تأسست الجامعة المصرية الأهلية كمشروع قومي بجهود وتبرعات كبار المثقفين والسياسيين وقتها. وناس كتير شاركت في التبرعات، منهم الأمير فؤاد اللي هيبقى بعد كده الملك فؤاد الأول، والشيخ محمد عبده، والشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد، والزعيم سعد زغلول، وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم بالشعر والدعاية. وحتى الناس العاديين اتبرعوا بالقليل اللي يقدروا عليه. لكن المشروع كان ناقصه حاجة كبيرة، مكان ثابت وأرض تتبني عليها الجامعة. وهنا ظهرت الأميرة فاطمة إسماعيل. الست دي قررت إنها تتبرع ب6 فدادين من أجود الأراضي اللي كانت بتمتلكها في منطقة بين السرايات، واللي بقت النهاردة مقر جامعة القاهرة. مش بس كده، كمان باعت جزء كبير من مجوهراتها وحولت قيمتهم بالكامل لصالح الجامعة علشان يدفعوا منها مرتبات الدكاترة والمصاريف الإدارية ولوازم البنى. وفي وثائق قديمة موجودة في أرشيف الجامعة تسجل اسمها كواحدة من المؤسسين الفعليين للجامعة المصرية، مش بس كمساهمة لكن صاحبة قرار ومبادرة. وكان ليها شرط واحد بس، إن الجامعة تفضل مفتوحة لأبناء الشعب المصري وإن التعليم يكون متاح للكل بغض النظر بقى عن الطبقة أو الديانة أو النوع. واللي ما يعرفوش ناس كتير إن الأميرة فاطمة كانت بتحضر اجتماعات مجلس إدارة الجامعة، وكانت بتتابع سير العمل، وكانت بتقترح وتناقش، وبتسأل دايما عن تطور المباني وجودة التعليم. وفضل اسمها موجود في سجلات الجامعة، واتعمل لها قاعة خاصة في كلية الآداب، واتحط تمثال صغير ليها، لكن للأسف ما خدتش التكريم اللي تستحقه بعد كده. بعد ثورة 52 ومع التوجه لتقليل أي ذكر للعهد الملكي، اسم الأميرة فاطمة إسماعيل اختفى بالتدريج من المشهد. مفيش شارع كبير باسمها ولا كتاب في مناهج التعليم بيحكي قصتها، رغم إنها ساهمت في تأسيس أهم مؤسسة تعليمية في مصر والعالم العربي كله. جامعة القاهرة اللي خرجت آلاف العلماء والمفكرين والرموز، بداية حلمها كانت بسبب ست واحدة شافت إن التعليم هو الطريق الوحيد لتحرير شعب كامل. الأميرة فاطمة إسماعيل مش مجرد اسم، دي حكاية ست حاربت الجهل بالمعلومة وحولت ذهبها لطوب وحلمها الجامعة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير، واكتب لي في الكومنتات رأيك، وتفتكر مين تاني من أبطال التاريخ المصري يستحق تسلط عليه الضوء. استنوني في فيديو جديد.